في هذا الصدد تحدث مواطنون صوماليون من مقديشو لأخبار الآن عن رفضهم لما يحدث من قبل جماعة الشباب الصومالية في منطقة بونتلاند التي عانت تبعات الحرب الأهلية منذ سنين، والتي تسعى الجماعة إلى تحويلها لمكان وبؤرة أخرى للتطرف والإرهاب. الشعب الصومالي وخاصة سكان العاصمة يقفون ضد هذه العمليات الهمجية والبربرية وما يحدث عموما في منطقة بونتلاند، حيث الخاسر الأول والأخير هو الشعب الصومالي الذي عانى كثيرا من تبعات الحرب الأهلية. منطقة بونتلاند كانت تمثل ملجأ لكثير ممن نزحوا من الحروب المستعرة في العاصمة منذ 25 سنة، لذا نرفض تماما نقل العنف والإرهاب إلى مناطق آمنة، حيث الهدف الوحيد منها خلق مزيد من التخلف والجهل. المجتمع الصومالي عانى من العنف والاقتتال أكثر من ربع قرن، لكن وللأسف لا تزال بعض الجماعات طواقة لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الصوماليين.